أحمد رفعت لما اتسأل عن سبب الوعكة اللي هو كان فيها قال بسبب ضغوطات ومشاكل نفسية بيمر بيها بسبب الشغل، ومش هيقدر يقول أكتر من كده. طبعا دلوقتي باللي احنا شفناه حصل، ربنا يعزي أهله ويصبرهم. التجربة دي احنا مش بس بنشوفها مع أحمد رفعت، دي مجرد تجربة بتتعاد. لو فاكرين من كام سنة حصل في بنك معين إن في موظف بسبب الضغط برضه حصل له نفس اللي حصل. اللي انتوا بقى ما تعرفوش ان نفس البنك ده كان حصل فيه كده لأربعة، بس احنا ما خرجش للميديا غير واحد بس. والحروب النفسية اللي بيدخلها كتير جدا من الاشخاص بسبب الشغل بدأت تبقى موجودة في اماكن كتير. ده بقى اللي بيفسر كمية الشباب اللي في ثلاثيناتهم وفي اربعيناتهم عندهم مشاكل زي الضغط والسكر، بيجي لهم ذبحات وغيره. انا بقى دلوقتي مش بتكلم عن بيئه الشغل السامه، انا بتكلم عن انا لما ببقى كشخص حاسس ان انا في علاقه او في شغل او في ظروف بالنسبه لي صعبه جدا بدات تاثر على حياتي، وببدا اقول للي حواليا ان انا عايز انفصل عن الشخص ده، انا عايز اسيب الشغل ده. وللاسف كتير من اللي حوالينا بيبداوا انت لو اتطلقتي من الشخص ده مش هتلاقي غيره. موظف بنك لما بيقول للي حواليه ان انا عايز فعلا اسيب الشغلانه دي عشان حاسس انها بتمرضني، اللي حواليه بيبداوا يقول له المكان اللي انت فيه ده الناس تحلم انها تبقى فيه، بيدوروا على واسطه عشان يدخلوه، انت بتدلع، انت مش شاكر الظروف اللي حواليه. ليه؟ لان احنا عندنا محدش عنده احترام ولا فهم لخطوره الحاله النفسيه، ايه ممكن الامراض الجسديه اللي تتسبب فيها. فايه اللي بيحصل؟ بنفضل نكمل عشان ما نبقاش الشخص اللي بيتدلع، عشان ما نبقاش الشخص اللي ضيع من ايده فرصه، لغايه لما للاسف يحصل اللي بيحصل. اللي حصل ده رساله لكل الاشخاص اللي بيمروا بضغوطات شديده في حياتهم ومكملين، عشان اللي حواليهم والمجتمع بيوحي لينا ان احنا لازم نكمل، وان هو ده العادي، وان لو احنا تراجعنا نبقى احنا بتدلع. وضعك النفسي كفيل انه يبقى سبب في ان يجيلك امراض جسديه شديده جدا. لو انت او انت متخيلين ان العلاقه ولا الشغل اللي انت فيه اللي بسببه بدات تمرض جسديا ومكمل لو ضيعت هتضيع فرصه كبيره، لا، انت بتضيع صحتك. الشغل بيتعوض والعلاقات بتتعوض والاصدقاء السامين بيتعوضوا، لكن اللي ما بيتعوضش هو صحتك النفسيه والجسديه.